هنعمل النهاردة مع بعض ألذ وصفة كيك شوكولاتة. بجد أنا مش بستغنى عنها خالص لما بيكون يعني البيت عندي مفهوش دقيق سبونج. لو عايزة أعمل تورتة أو أعمل أي كيكة عشان أزينها بعمل الوصفة دي على طول. طرية وهشة جدا، بجد مقاديرها بسيطة وهتعجبكم قوي. اللي بيحب كيك الشوكولاتة يجربها حتى ياكلها سادة بدون أي إضافات. أول حاجة هحط 3 حبات من البيض. البيض بيكون بدرجة حرارة المطبخ، مطلعينه من التلاجة قبلها بساعة أو بساعتين. هنزل عليه برشة من الفانيليا وهحط عليه كوباية إلا ربع من السكر. لو حابة تقللي السكر ممكن تحطي نص كوباية. هضرب المكونات كلها مع بعض لحد ما لونها يفتح خالص معايا. الخطوة دي احنا ممكن نعملها في الخلاط. هنحط البيض مع السكر مع الفانيليا وهنحط عليهم نص كوباية من الزيت. انا عشان بعمل بالمضرب الكهربائي فهحط الزيت بعد ما يفتح اللون معايا. هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت النباتي، وهضربهم كمان ضربة عشان خاطر الزيت يختفي تماما. وبعد كده هنزل عليهم بكوباية ونص من الدقيق متعدد الاستعمالات، او دقيق بتجيبيه من الفرن، اي نوع دقيق تكوني بتعملي بيه كيك كويس. اهم حاجة ان احنا ننخل الدقيق كويس جدا للكيك. هحط كوباية ونص من الدقيق وهحط عليهم نص كوباية من الكاكاو، يعني كله على بعضه كوبايتين. وهحط معلقتين بيكنج باودر صغيرين وهحط رشة من الملح. انا كده ما حطيتش اي مواد سائلة خالص لحد دلوقتي. هقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا بالراحة. هتحس ان قوامها تقيل قوي معاكي، مش مشكلة. هنفك كل الكلام ده كله. في الاخر هنحط كوباية، نص كوباية من الحليب ونص كوباية من المية، يعني توتال كده كوباية كاملة معايا. نص حليب نص مية. لو عايزة تحطي مية مش مشكلة خالص، مش هتغير اي حاجة في الوصفة، بالعكس. انا بس حبيت احط نص كوباية من الحليب، بتدي طعم طبعا غني شوية. وهحط عليهم معلقة قهوة سريعة الذوبان، برضو بتخلي طعم كيكة الشوكولاتة تحفة. معلقة صغيرة جدا، مش هتحسي حتى بطعمها خالص في الكيكة. يبقى كده احنا هنحط كوباية من السوائل، هنحطها نص حليب نص مية. عايزة تحطي الكوباية كلها حليب سخنة مش مشكلة، عايزة تحطي مية عادي خالص. هقلبهم كويس جدا عشان ما يبقاش في اي تكتلات. وبعد ما اقلبهم هجيب بقى صينية احط فيها ورق زبدة، او هدهنها زبدة واحط عليها حبة دقيق، رشة من الدقيق، ابطن الصينية كويس جدا. وتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 180. هتاخد معايا 45 دقيقه بالظبط وهتكون جهزت معايا الكيكه. هنطلع طبعا منها اي هواء قبل ما ندخلها الفرن. باي ستيكس كده هندخله في الكيك نطلع منها اي هواء او نخبط عليها كويس، وهندخلها على طول الفرن. بجد من احلى الوصفات اللي انا بعمل بيها دايما كيك الشوكولاته. خفيفة وهشة جدا، ممكن تاكليها سادة ممكن تاكليها محشية. بجد من احلى الكيكات. جربوها بالطريقة دي وامشوا على الخطوات بالظبط، وان شاء الله تعجبكم. واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.